دي الحنة يا بنات اهي. دي اللي انا عملتها معاكم، رسمتها معاكم يعني. اعملوا بقى الرسمة اللي انتوا عايزينها، بس عايزين تعملوا الحنة اللي هي الطبيعية دي. رايحين فرح، رايحين مناسبة، رايحين حاجة، اعملوها على بيات. لان اول ما بتغسلوها بتبقى لونها ايه، فاتح. لما بتبيتوها ليلة او تقعد كام ساعة بتقوم عاطية اللون اللي هو الغامق الجميل ده. دي عنبي اهو حلو كده، ودي غامقة شوية. وقعدوها ساعتين. وحطوا لو ما فيش عندكم الدواء اللي هو المثبت اللي هو الماس، او هو اللي هو اسمه، هو له اسامي كتير. وفي اللي هو بوهانش منه اللي على رسمة التعبان، ده احلى نوع، يعني ده احسن نوع. قعدوها ساعتين هتطلع معاكم جميلة قوي، وحنة طبيعية ولا لها اي اضرار، اي اضرار على الجلد ولا اي حاجة خالص. واعملوا بقى الشكل اللي انتوا عايزينه، عايزين ترسموا على ايديكم كده، عايزين رسومات عايزين تعملوها كده، اعملوا. انا عاملاها مطريها نفس الحنة، عجنتها وطريت شوية للرسم، حطيتهم في قرطاه. وتسيبوا شوية جامدين، تعملوا بهم بقى اللي عايزين، تحنوا رجليكوا، تحنوا ايديكوا كده، تعملوها يعني بيها. المهم هي طالعة جميلة هي. وكل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، يعودها علينا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين بخير يا رب. ويعملوها بقى بنفس ايه الطريقة اللي انا عاملاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده دول 3 معالق بتاعت الطعام. هو طلع منها حاجات خفيفة اهي، بس ما بننخلها الشعريات اللي هي دي. يعني الحنة كل ما تبقى ناعمة، ما فيهاش كتل ولا حاجة، احسن. ماشي كده انا خلتها. هنيجي بقى ايه، نحط مية كده بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنة اليد يا بنات زي ما قلت لكم قبل كده كتير، وعامل فيديوهات كتير للحنة، ما بتحطلهاش اي حاجة خالص غير المية والمثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ما نعجنها بمية دافية احسن، يعني كل المية ما تبقى دافية احسن. ماشي كده حطيت المية، هقعد اعجن فيها لما تنعم على الاخر. هحط اوريكم بقى. يا بنات الحنة ما بتاخدش كويس ويطلع اللون بتاعها، الا يا اما اللي هو الكنوليا اللي هي البرفان ده، هي الكنوليا اهي، يا اما المثبت بتاع الحنة دي. منه انواع كتير، في اللي هو الماس ده، وفي منه اللي هو ابو هنش في على رسمة التعبان، وفي منه محلب اسمه محلبة او محلبية. في منه اسامي كتير، بس هو كله هو ده. بس هو بصراحة اللي على رسمة التعبان يعتبر اصلي وجميل قوي، بس انا ما لقيتوش موجود بصراحة ايام ما كنت بجيب. هحط بقى ايه، نص معلقة بتاعة الشاي الصغيرة دي على ال3 معالق حنة كبار اهو. شوفوا شوية قد ايه اهو. هما دول بقى اللي هيدوا اللي يخلوا الحنه تطلع لونها ويبقى ايه، ثابته كده. يا اما هنحط ايه، كنوليا من ده كده. هو هنقوم حاطين شويه كنوليا، لو ما فيش اللي هو المثبت ده هنحط شويه كنوليا كده، نقعد نبخ كده لما نبخ قيمه معلقه صغيره. يا اما اللي هو الكحول اللي هو المطهر اللي بنطهر بقدنا ده، يا اما جاز ابيض. اي حاجه من دي هتمشي وهتبقى حلوه، وهتطلع لنا لون الحنه الغامق. خلاص هقعد اعجن كده فيها شويه، واوريكم بقى السمك ايه في الاخر. بسم الله الرحمن هنا. طبعا انا عجناها بميه سخنه، مش بتغلي بس ميه سخنه عشان تسرع في ايه، في الخمر بتاعها يعني. بس انا هعملها على طول. ممكن تسيبوها ساعه، نص ساعه، تغطوها وتسيبوها ساعه او نص ساعه. لا انا هعملها معاكم على طول ان شاء الله، لان انا عاملاها بميه فيها سخونيه شويه. يعني هريحها بس في القرطاس بتاع 5 دقايق. واللي هتتعمل في القرطاس بتبقى كده زي ما انتم شايفين كده يا بنات. اللي في القرطاس بتبقى كده، اللي انتوا هترسموا بيه بتبقى كده. لو هي هنحطها في ايدينا ونطبق عليها هتبقى جامده شويه عن كده. اعبيها بقى في القرطاس ده وارجع لكم. ماشي اعبيها بالمعلقه اهي. ودي الحنه اللي انا مستخدماها اهي، دي لون الحنه اهي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
هعمله انا هربط عليها القرطاس واسيبها بتاع ايه، بتاع 5 دقايق وبعدين اشتغل بها على طول. ماشي يا بنات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هي يا بنات اهي. احنا نعمل يعني رسمة عشوائي كده، هنعمل حاجة يعني ايه، نوريكم بس لما تعوزوا تعملوا الحنة الطبيعية بالقرطاس هتعملوها ازاي. ماشي، بدل ما نجيب الحنة اللي هي الجاهزة وبيبقى عليها مواد كيميائية وكده. طبعا اللي هو المثبت بتاع الحنة ده ما بيعملش حاجة بالنسبة ليا. انا لما بستخدم الجاهزة انا يعني قليل لما بستخدمها، ما بستخدمهاش بصراحة، بتعمل لي حساسية جدا. لكن الحنة الطبيعية مهما نحط مثبت او حاجة بتثبتها بصراحة ما بتعمليش حساسية ولا حاجة. فهي هنعمل اهي، هنكمل بقى نقفل ونكمل الرسمة. بس شايفين اهي، ما اوري لهم كده يا سما. هنكمل بقى عشان ما نطولش عليكم بالفيديو. ماشي كده يا بنات، رسمة على قد بقى ما استطعنا. انتوا ممكن ترسموا احلى من كده، بس هي نفس السمك كده. ولو خليتوها جامده هزه كمان عشان تتشكل معاكم كويس، لان هي هنا شايفين فردت شويه اهي. خلوها جامده هزه كده عن ما انا عاملاها. هي اهي وراكم السمك بتاعها اهي، عشان خلوها يعني جامده. هي جمدت كمان شويه عن ما انا كنت عاملاها. لا هي كده كويسه. انا كنت عاملاها كانت سايله شويه عن كده. ماشي. فهي انا هوريها لكم ان شاء الله بقى بعد ما ايه. زي ما قلت لكم حنه اليد ما تحطش عليها لا كركرايه ولا قرنفل ولا اي حاجات من ولا شاي ولا اي حاجه خالص. هو يا اما الكنوليا ده، يا اما اللي هو المعقم اللي هو بتاع كنا بنجيبه ايام كورونا ده اللي بنعمله بايدينا، يا اما اللي هو المثبت بتاع الحنه ده. والميه ما بتحطش عليها اكتر من كده. حنه اليد ما بتحطش عليها حاجه اكتر من كده. هوريها لكم ان شاء الله بعد ساعه كده او ساعه ونص هوريها لكم. ماشي.